السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا النهاردة بقى حبيت اعمل معاكم كده فيديو بسيط بما اننا يعني داخلين على العيد. قلت بقى هخلل معاكم البسارية. دي انا لسه شارياها من السوق، طبعا هي طازة، وعشان تعرفيها بتلاقي الراس بتاعتها بتبقى محمرة كده. غسلتها كويس وصفتها، واهم حاجة تصفيها من المية. وجبت بقى بعد كده دول حوالي 5 معالق ملح، عليهم معلقة كركم كبيرة ومعلقة شطة كبيرة. طبعا الكركم اختياري، حابة تحطيه تمام، مش حابة براحتك، بس الكركم بيبقى حلو جدا لما بتخليلي بيه سردين او تعملي فسيخ او تعملي بسارية. بصراحة بيديها لون حلو قوي. طبعا الشطة انا بحب احطها برضو، دي زي مادة حافظة، انتي مش حابة تحطيها بقى، ولو مش بتحبي الحراق يعني براحتك. طبعا هنا قلبت بقى طبعا كل كمية المكونات طبعا كلها في بعضها. وجبت هنا بقى معايا دي علبة من علب التلاجة. طبعا هحط فيها كيس علشان الكركم ما يعملش لون في العلبة. والافضل يعني الكيس هيسهل عليكي لان السردين بينزل ميه، فانا فضلت ان انا احطه في كيس. طبعا هبدأ اول حاجة هحط في قاع الكيس كده، هحط حبة ملح من اللي انا عاملاه. واهم حاجة تحطي كمية مناسبة، لان اهم حاجة الملح اللي انتي بتحطيه في قاع الكيس. بعد كده بقى هبدأ ان انا اخد جزء من البسارية، وهعمل بقى طبقات، واحط بقى بين كل طبقة وطبقة كمية مناسبة من الملح. طبعا البسارية ما بتاخدش وقت خالص، هي يعني بالظبط على العيد ان شاء الله، يعني عاملاه معاكم النهارده اهو الجمعة، ان شاء الله على الجمعة الجاية باذن الله هتكون استوت. طبعا دي مش اول حاجة اخللها، انا مخلله بطرمان قبل كده، وده كان كمالة. بصراحة يعني أنا الفترة اللي فاتت ما عرفتش أصور لكم الحاجات اللي أنا عملتها، لأن كان عندي ظروف. فكل ما الظروف بقى يعني سمحت معايا صورت لكم، يعني يعتبر أنا جايبة ده بس للتصوير. إنما أنا أصلا عاملة كمية في أول رمضان، كنت مخللاها قبل كده. هنا بقى طبعا زي انتم مش شايفين كده بدأت ان انا احط طبقات السردين. وتحاولي بقى ان انت توزعي السردين في الجوانب كلها، وتحطي طبعا طبقات الملح اللي عندك. طبعا لو انت حباه حادق هتزودي الملح عن كده، انت حباه دلع بس هو كده المقدار ده انا جربته قبل كده. بصراحة طلع طعمه مظبوط، ولا هو حادق ولا هو دلع. وطبعا لو حابة تستخدمي ملح خشن هيبقى كويس جدا، لان الملح الخشن مش بيبين الحدوقية بتاعة المخللات، وخصوصا لما تكوني بتعملي فسيخ. طبعا انا ما خللتش فسيخ بصراحة، انا اشتريته. لان احنا مش البيت كله بياكله تقريبا، انا وماما بس اللي بناكله، يعني ما حبيتش ان انا اجيب بقى واخلل منه، علشان احنا ملناش تقول عليه قوي يعني. فانا بصراحه شاريه جاهز، يعني من واحده نظيفه عاملاه في بيتها، بصراحه يعني مضمونه وكده، انا جايباه منها. هنا بقى زي انتم مش شايفين كده بقى، ودي اخر حبة بقى عندي. انا حطيتهم، وبعد كده هحط حوالي برضو معلقتين ملح كده اوزعهم على الوش. وكده خلاص يبقى كده السردين جاهز معانا. طبعا سهل جدا 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 وبسيط. عايزه اقول لكم ان البسارية بتتباع ب100 جنيه حاليا، هي طبعا احنا جايبينها ب30 جنيه. هي سعرها في التخليل، انا سألت عليها لقيتها ب100 جنيه. فطبعا انتي موفرة كتير، وفي نفس الوقت انتي عاملاها بايديكي، وهي سهلة جدا جدا، يعني اي حد مبتدئ يقدر ان هو يعملها بمنتهى السهولة. طبعا حابة بقى تعمليها في بطرمان براحتك، بس انا علشان كنت مخللة قبل كده وكنت عاملة في بطرمان، فانا قلت عشان اصور لاني ما صورتهاش معاكم، فانا استخدمت كمية على قد العلبة اللي انا عاملاها دي. فلو انت عندك علبة تلاجة اكبر من كده وحابة برضو تخليلي فيها، مفيش اي مشكلة، على حسب الكمية بتاعتك. بس يفضل بما انك هتستخدمي علبة تلاجة بلاستيك وهتكوني هتحطي كركم، حطي خليل البسارية في قلب كيس، علشان الكركم بيمسك في البلاستيك. بعد كده بقى حطيت هنا حبة زيت بقى هنا على الوش، دي طبعا كمادة حافظة. وبعد كده بقى هطلع كل كمية الهواء اللي موجودة في قلب الكيس، وكده بقى تربطيه ويبقى بقى جاهز معاكي لما يستوي على الأكل. طبعا انا حاولت طبعا انا اطلع الهواء طبعا من الكيس على قد ما اقدر،
واهم حاجه ان انت تخرجي الهواء، واهم حاجه تتاكدي ان الكيس ما يكونش مخروم، علشان يفضل يعني يكون كيس نظيف تكوني انت اول استخدام طبعا ليه. وما تكونيش غسلاه ويكون مثلا مبلول ميه، لان الحاجات دي بتبوظ من الميه. عشان كده انا قلت لكم في الاول، انا غسلته وسبته يتصفى. يعني انا كنت جايباه الصبح واحنا دلوقتي قبل الفطار، فسيبته لحد ما نزل ميته خالص، وبعد كده بقى ربطته وطلعت كل كمية الهواء منه بقى. طبعا انا كنت خلاص كده كنت هغطيه، جت ماما قالت لي لا هاتي كيس واعملي طبقة كيس تانية على الوش، بحيث يعني ان انت ايه تمنعي عنه الهواء وكده. لان هي ما كانتش عايزاني بصراحة اعمله في علبة تلاجة، بس انا علشان كنت عاملة كمية قليلة، فقلت البطرمان يعني هيبقى كبير عليها وكده. هنا بقى خلاص غطينا بقى كده بكيس، وبعد كده بقى هنغطي العلبة، واهم حاجة تقفلي العلبة كويس، وبعد كده برضو تحطيها في كيس تاني برضو من بره، وتحطيها بقى في مكان يعني ما يكونش في مطبخ عشان الحر. وسيبيها بقى ان شاء الله باذن الله على العيد هيكون استوى معاكي وهتاكلي منه باذن الله. وكل سنة وانتم طيبين، واتمنى بقى ان الفيديو يعجبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد باذن الله.